متابعينا الكرام، طابت أوقاتكم. بعد الهزيمة القاسية أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في لقاء إياب دور ربع نهائي أبطال أوروبا، أكد تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني أن فريقه تحدوه رغبة كبيرة للفوز على نادي ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي ستجمعهما يوم غد الأحد في معقل النادي الملكي سانتياغو برنابيو، وذلك برسم منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني الممتاز لا ليغا. فقد قال تشافي خلال المؤتمر الصحفي: غدا لدينا فرصة للمنافسة على الليغا، وهذا اللقاء الأهم في الموسم. سنواجه فريقا قويا خصوصا بعد الفوز على أفضل فريق في العالم مانشستر سيتي. وأضاف: حماسنا كبير والمنافس قوي. اليوم تدربنا جيدا. أمس كنا نعاني من آثار الخسارة في دوري الأبطال، لكن الفريق متحمس بشدة للقتال من أجل هذا الدوري. وعن لقاء ريال مدريد ضد مانشستر سيتي قال: اضطر ريال مدريد للدفاع أمام مانشستر سيتي الذي يعتبر اليوم أفضل فريق في العالم. كان عليهم الدفاع وقاموا بذلك بشكل جيد للغاية. هذه هي المواقف التي يجب على الفريق أن يتقنها، وهو يعرف كيف يفعل ذلك. وأوضح تشافي: ريال مدريد سيضغط، إنه في ملعبه ويجب أن نكون جريئين للغاية، وهذا هو السيناريو المثالي لإظهار الشخصية. لقد أعددنا للمباراة جيدا. أعتقد أننا يمكن أن نلعب مباراة جيدة ونفوز. ستكون الدقائق الأولى حاسمة. علينا تهدئة اللعب والضغط العالي. وعما إذا ساهم الحظ في تأهل نادي ريال مدريد قال تشافي: لقد فازوا كثيرا لأنهم ممتازون. لا أؤمن كثيرا بالحظ، أؤمن بالعمل بالفريق ليس بالصدفة. ففي السنوات الثلاثة الماضية قام ريال مدريد بإقصاء أفضل فريق في العالم مرتين. وقال تشافي عن أزمة غوندوغان وأراوخو: لم تكن هناك سوء نية، لا يوجد مشكلة، الأمر منتهي. وعما إذا كان الإرهاق سيؤثر على لاعبي ريال مدريد قال: هذا أمر أكثر أهمية لهم. نحن في حالة جيدة وأعتقد أننا مستعدين. لا أعتقد أن التعب سيؤثر كثيرا. وعن التحكيم قال: الحديث عن الحكام لا يساعدني. أتمنى أن يمر بلا ملاحظة وأن تتخذ كل القرارات بشكل صحيح. وعن كيفية التعامل مع لقاء الكلاسيكو قال: يجب علينا أن نحقق تغييرا في العقلية، أن يتحول هذا الغضب والإحباط والعجز الذي شعرنا به أمام باريس سان جيرمان إلى صالحنا. نحن أمام ريال مدريد وهو قوي ومعزز معنويا بعد هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا. وواصل كلامه: لقد خضنا مباريات ب10 لاعبين، مثل يوم مباراة أتلتيكو وكذا مباراة ألافيس، ودافعنا بشكل جيد جدا، لكن ضد باريس سان جيرمان لم نكن جيدين. نحن لا نلوم أحدا، هذه أخطاؤنا. بالتأكيد سنتعلم من هذا. واختتم كلامه قائلا: لم نكن جيدين، لقد كانت هناك أخطاء وأنا أيضا أخطأت. يجب علينا أن نقوم بالنقد الذاتي، وسنعود لدور الأبطال وننافس مرة أخرى. أما الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فقد عبر هو الآخر في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء عن جاهزية لاعبي فريقه
لخوض لقاء كلاسيكو الأرض ضد نادي برشلونة يوم غد الأحد على ملعبهم السانتياغو برنابيو وبين جماهيرهم بعد العودة من إنجلترا بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: الفريق يتعافى، لكن هناك لاعبين بحاجة للراحة بعد مواجهة مانشستر سيتي، وميندي كان متعبا ومنحناه يوما من الراحة. وعن الانتقادات الموجهة له بسبب الطريقة الدفاعية التي نهجها ضد مانشستر سيتي قال: هذا لا يفاجئني ويمكن للجميع إبداء رأيهم. يجب على المدرب إدارة الجوانب الدفاعية والهجومية. هناك مباريات تكون لديك فيها الكرة أقل من المعتاد، ولم أرى أيا من جماهير ريال مدريد حزينا بسبب طريقتنا، بل هم سعداء وأنا أيضا. وعن حزنه وبكائه بعد انتقال متوسط ميدان الفريق البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد قال: لقد كان أسطورة، وعندما يغادر فإنها لحظة مثيرة ليس فقط بالنسبة لي لكن لجميع مشجعي نادي ريال مدريد. وعن إمكانية رحيل قائد الفريق ناتشو فرنانديز نهاية الموسم الحالي قال: عليه أن يقرر مستقبله، لقد لعب مباراة مذهلة كقلب دفاع ضد مانشستر سيتي. وعن رفض بعض اللاعبين تسديد ركلات الترجيح ضد النادي السماوي قال: عادة ما نسأل اللاعبين عن أحوالهم، فهي لحظة مهمة ويجب أن يكون كل لاعب مستعد، والجميع ساعد الفريق وحتى الحارس الاحتياطي كيبا، وصارت الأمور بشكل جيد. ووصل كارلو كلامه: لقد تدربنا على ركلات الترجيح يوم الاثنين الماضي، وسجل روديغر 3 كرات، والجانب الفني ثانوي لكن العاطفي أكثر أهمية، فيجب أن يكون اللاعب هادئا وواثقا، واخترنا الأشخاص الأكثر ثقة. وعن استعداد المدافع البرازيلي ميليتاو لخوض مباراة الكلاسيكو قال: ميليتاو غدا قد يكون أساسيا، فهو بخير ويتدرب ويحتاج فقط إلى دقائق وهو يريد اللعب. كما قال عن منافسه يوم غد: برشلونة سيكون منافسا قويا للغاية، وستكون معركة صعبة جدا، وهي فرصة رائعة لنا للاقتراب من لقب الليغا، والبارسا فريق مفعم بالحيوية. واستكمل كلامه: العلاقة بين القدامى والشباب مهمة للغاية، وفي برشلونة كوبارسي ويامال يمثلان مفاجأة للجميع، فهما صغيران للغاية وسيكون لهما مستقبل باهر. وعن دور الكرواتي لوكا مودريتش في الفريق قال: لوكا مودريتش لن يقبل بدور ثانوي مع الفريق، فهو يتمتع بنفس الجودة والحماس اللذان كان عليهما قبل 10 سنوات. واختتم كارلو أنشيلوتي كلامه عن البرازيلي رودريغو قائلا: أرى رودريغو جيدا للغاية، لقد مر بلحظات حساسة لأنه لم يسجل، لكن عمل دائما وسجل، وهذا مهم بالنسبة لنا، وهو جاهز للقاء الغد. متابعينا الكرام، آمل أن ينال المحتوى إعجابكم، كما آمل أن تدعمونا بالإعجاب بالمنشورات والاشتراك في القناة، وكذا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.